بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد. معكم اخوكم الحداق الصياد حميد اشرف اسماعيل. اليوم التاريخ 4/3/2023. اليوم يوم السبت. موضوعنا اليوم راح يكون بحري عن طبقات او درجات الوان البحر، لان قراءة الشاطئ تضاريس الشاطئ جدا جدا مهم للحداق او للصيد. مثل ما انتم شايفين عندي انا هني 3 الوان من طبقات او درجات لون البحر. الطبقة الأولى المايه عكرة أو دلخة أو تروب، اللي وراها تكون شوية خضرة، اللي وراها الدرجة الثالثة تكون لون أزرق. طبعا هاي 3 ألوان على سيف واحد. اليوم طبعا بداية الحمل، هذا شيء جيد طبعا للصيد. وأيضا عندنا البحر لقلاقة وفي تيارات، وهذه 3 ألوان درجات البحر في مكان واحد. هذا طبعا افضل شيء للصيد للحداق، لان الاسماك المفترسه تحب ان تختفي، ان تختفي عن فريستها، ما تحب ان تنشاف. الاسماك المفترسه ما تحب تنشاف للاسماك الصغيره، فهي تصطاد الاسماك الصغيره في هذه المياه، مياه العكره او الدلخه. مثل ما انتم شايفين عندنا هني مايه دلخه. رقم 2 مايه تكون خضراء بلانكتون او التطبير، وراها تكون الدرجه الثالثه اللي هو المايه زرقاء. فهاي 3 درجات طبعا افضل شيء للحداق للصيد، لان الاسماك تحب تختفي وما تحب تنشاف لفريستها وتحاصر فريستها عند الشاطئ. الاسماك المفترسه تحب تحاصر الاسماك الصغيره عند الشاطئ. فهذا المكان ان شاء الله يكون مكان جيد للصيد للحداق. قراءة الشاطئ جدا جدا مهم اعزائي الصيادين. مثل ما انتم شايفين، شوفوا المايه جدا جدا جميله. انا افضل طبعا المايه الدلخه حق الحداق، المايه الدلخه او العكره او الطينيه، بعدين الدلخه، بعدين وراها المايه الزرقاء. انا افضل المايه الصافيه، مو شيء حق الصيد، مو شيء حق الحداق. المايه الدلخه افضل بكثير للصيد للحداق، الصيد يكون فيها متوفر، لان بعض الاسماك تخاف من طيور اللوهه او طيور النورس، فهي تختفي، ما تقارب اذا كانت المايه صافيه. وعند الشاطئ يعني المايه رق، فالاسماك تباعد، تحب ان تختفي من الطيور، تخاف من الطيور، من اللوهه ومن طيور النورس. فلهذا الماء الدلخ والماء العكر جدا جدا افضل للصيد. ونقول اهل البحر يعيشون. اخوكم الصياد الحداق حميد اشتيب اسماعيل، مع السلامه.